عليكم ورحمة الله وبركاته. من المدينة المنورة ومن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الروضة الشريفة أهديكم سلامي ومحبتي وتمنياتي لكم بالسعادة والسرور والإيمان والاستقرار والتوفيق والنجاح. النبي صلى الله عليه وسلم کے مسکی کولو ادی کدے فانوں کے روضائیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد رشو تلوبت عزتری اخنا اختنا سلامائی برکاتائی امها هيوغت من بركودون ادي دعاء دنوا. الحديث عن الصحابي الجليل سلمان الفارسي ذو شجون، ويجعلني أقدم أولا أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. أدي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بهيغتم واحدكم كوريغا أقول من ما النبي صلى الله عليه وسلم كمها أصحابه كلن دك لوبي واكن أي أقول من قبول كرنجة حقيقة. نحن نعرف ويستقر في نفوسنا وفي فؤادنا وفي قلوبنا أن خير الناس بعد رسول الله هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول منك إم فم هيتوك إم فم منهم قبول كرنجة عقيدة كما النبي صلى الله عليه وسلم فهو إم ما ماتوري إنسان نكي إكيفانك ما ماتوري أصحابك. طبعا عليه الصلاة والسلام يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرافوني إم هي قرنك تمن كليفانك قرن دين يفوغا قرنك أهلورين دين يفوغا قرنك أهلورين. الصحابة رضي الله عنهم هم قدوتنا وأسوتنا، وهم الذين نقلوا الدين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلينا، وهم الصفوة الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلون أي ألقون من إبيك التباوان جه نموناك إبيك لون نكي ألقون من ناهم إسلام دين فور كود دي بيفلون إبيفلون كفراب فلون ألقون من إسلام دين أسواني إبيفلون نكي ما النبي صلى الله عليه وسلم صحبتك إكليفانك أريهك إكليفان خدمة كرو من الله سبحانه وتعالى إنسانك ترين اختيار كرو فواجيله. طبعا أيها الإخوة أيها الأحبة، الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث أنهم ينقلون الدين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأي إنسان يسيء إلى أصحاب رسول الله أو ينال منهم أو يسبهم أو يستنقص منهم هو يستنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا نقبل ولا نسمح ولا نأذن لأحد أن يمس أحدا من أصحاب رسول الله بشيء مهما كان، وليس له من شأنه أن يتكلم في أصحاب رسول الله الذين رضي الله عنهم. يقول الله عز وجل الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما النبي صلى الله عليه وسلم के असाबे करुन्ना की आगुन में एबेफन लोबे कुरंजे बेकम गवी हिंदुगा एम बेकल का बेहेगोतुं मीहे को दक्का को में बेद विवाह के निस्बे बगवणी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए एकले फानु के दीन निस्बे कुरवे आबे एकले फानु के ගෙනස්තේ රිසාලත දෙකොළ කුරවේ මසෙක්කත එහෙම වීම මිමානාග කුරවේ එවස් මසෙක්කත දෙකේ එවස් වාහකේ අලගොන් මෙන් කබූල් කො ගන්නවානේ එහෙනිම කීත කුර්ආනක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ අස්සා බේකලුන්න රුහිවඩගෙන් වාකන් අදි බේකලුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙදුග රුහිගෙන් වාකම එකලාංගමණි බයන් කරවෆ. قول الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول، اسمعوا كلام الإمام مالك رحمه الله ماذا يقول رضي الله عنه وعدد من أهل العلم، يقول هؤلاء الذين طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يطعن في أصحابه يقول هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل، انظروا إلى القول، يقول القائل رجل سوء
له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، لأن هناك من يقول أن الصحابة قد كفروا بعد رسول الله، وهذا قول عظيم وشديد وكبير جدا لا يليق ولا يجرؤ عليه مسلم عاقل، فضلا عن غير ذلك. إمام مالك رحمه الله دينهم بس علم ورم بدالو فاوي ما النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بيكلونا اتشيغوا ابيفلونكي ويانو دانت نوبا باي غوتوغا صفه كرمن اي نسبه كروني ما النبي صلى الله عليه وسلم شهني ඒනාගේ වාහකයෙන් එන බේනුමණි දක්කම් බේනුමණි එකලේක ෆානකි නුබා බේකලෙක්කම එහෙනි නුබා බේකලෙක්කම ග වීති එක එෆානක අස්සාබේක නුබා එෆාන එහෙම සහාබි නුබාවුන් එයි එමීහුන් එබේකලුන් එමීහක තබාවි මීහුවාගේ නොතේ බේෆුලාගේ නුබාක මිස්තකුණ දක්කා දින මට්ටක දක්කමුන්දා වාහකතේක. إذن نحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يرضى عنهم، وندعو الله ونقول اللهم الحقنا بهم وارزقنا اتباعهم والسير على منهجهم، ونيل أيضا يعني القرب منهم، لأن هؤلاء الصحابة بلا شك رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهؤلاء الصحابة نقول الدعاء المشهور ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ايما اقول من الصحابي دك لو بيوانجه ادي الصحابين منهج اصول ايبفلون هينگي ماغوغا الگون من كوريا ديومٹکا azum kanala egotuga mase kuranje adi algon men ekama Allah taala hadratun dua dannawanje akid Qur'an ga Allah subhanahu wa taala bayan kura fa fadain alamenna alamenge kurin isse goswawa emmeha akhunna muslim akhunna fa fusa rahmillah bande algon men kurin isse goswawa islam ga ahulwarin terega ma materi ashabe kalun himin wada gannawa. قصة سلمان الفارسي وهو أحد أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قصة طويلة جدا، وفيها من العلم الكثير جدا، ولكن سأختصر علما أن اختصاري هو اختصار الاختصار، وإلا فالكلام عن هذا الصحابي الجليل يطول ولا يكفي فيه يوم أو يومين أو درس أو درسين، لأن نتكلم عن حياة نموذج ممن يحب الخير ويسعى للخير ويبحث عن الخير بكل ما آتاه الله عز وجل من قوة ومن استطاعة. هذا أول من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بهيغتم دكا واهك كي وركور واهك إكيفانو حياة بلا بهيغتم أول من واهك دكا مي وقتكي إكشيكم وانو تناوسكم وابغتنو إكماك ده درسكم وتين درسكم وني ده دواهكم أول من كي واهك ندكين إني إبر ما ماتيوري فيلاورتكين إكيفانو حياة بلون تدمج هودما حقوق موجا سابته هورما مسيكورا بيكا إتباور فيلاورتك اللي بيجندي أقول منك ميريجي مي فيلاوركي مختصرك تريم بس مختصر فيلاورك كم قابل جندان. لن أقرأ عليكم الحديث الطويل بكامله، بل سأذكر بعبارتي وبأسلوبي أنا وطريقتي حتى لا تملوا من القراءة، لأن القراءة قد تأتي بالملل، ولكن أتكلم كأننا نقص قصة. فتعال معي واستمع لقصة هذا الصحابي الجليل. أقول من ميتانغا إكيفانو كواها كمي جنستني رواية كياغين إك ترجمة كيا أصول كنو نمايس أقول من إك كونك كيا ده واها كإك سورة إم بي ما أقول من مي واها كتير ونما هنگاش. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كان في فارس، وكان أبوه يعبد النار، وكان يربي سلمان على عبادة النار، بمعنى أن يجعل سلمان يخدم النار. فإذا بسلمان رضي الله عنه يقول أن أبي أراد أن يبعثني إلى مزرعة له، وكان يحبني محبة شديدة ويخاف علي خوفا شديدا، فلذلك كان يمنعني من مخالطة الناس ومن الخروج من البيت. وإذا به لما أرسلني لكي أصلح مزرعته وأنا في الطريق رأيت كنيسة فدخلتها، ولما دخلت تلك الكنيسة أعجبني عبادتهم عما كنا نعبد من النار. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كي فارس كراغ بيفولاغ بابا فول بيفولا دك ور لوبي ودا ගන්නවා بيفولاغ بابا فول كي مي ألفان අලුකම් කුරේ මජූසීන්ගේ තෙරෙන්වා මිහෙක් ඒ ලෝබි වාලේ බොඩුකමුන් ගේන් නිකුත නොදී හිෆාට්ටා adi mistakonna eko nikume ole emihunge terega mujtamaga oluma hudde nudebba egoto e faharega eka efan li bodagam fursade ki bappage dandu bimege mase kurmattaka eka efanu fonuvigen
එදිය මගමති එක එෆාන ෆෙනිවඩා ගන්නවනි නසාරායන්ගේ ෆල්ලියෙන් ඒ ෆල්ලියක මීහුන් අලුකම් කුරාති එක එෆාන ෆෙනිවඩාගෙන් අදි එමීහුන්ගේ අලුකම් සල්මාන් ෆාරිසි අල්ලාහ් තාලා අන්හුගේ බප්පගේ දීනවර මෑම් මතවරි දීනෙක්කමුගා එක එෆාන ෆෙනිවඩාගෙන් لما التقى بأبيه وسأله أين كنت قال كنت في مكان كذا فأخبره أنه كان عند النصارى فقال له دينك خير يعني دين عبادة النار خير لك من عبادة الدين النصراني قال لا يا أبي إن دينهم خير وأعجبه عبادتهم ثم لما رأى أبوه ذلك كبله وربطه وحبسه في البيت එකේෆානේ වඩාගෙන තනකා බෙහෙගොතුන් බප්පාහුරු සුවාලු කරොම් විදාලොයි තිමන්න කනීසායක වණිය දෙතාංග ඒ අලුකම් කරා මීහුන්ගේ අලුකම් තිමන්නේ ෆෙනි තිමන්නේ එකම වර කමුදා රංගලු කමෙක්කමගා වෙජ්ජේ එහිඳ බප්පා බොනම දියයි දරිෆුල තිහොරි දීන් ඒ එමිහුන්ගේ දීනවර මා හේකම් බොඩුවකම දීනක එහෙන්නම සල්මාන් ෆාරිසි රදියල්ලාහු අන්හු විදාලම දියයි තිමන්නේ ෆෙනුන් ගොතුගා එමිහුන්ගේ දීනකි තිමම්මගේ මේ දීනවර මා මතිවරි මා රංගලු දීනේ ගොතුගා එහෙම එක එෆානු ගේග බන්දුකෝ හිලිහිලා ජහ හයියර් කුරිය එක එෆාන් බප්පා لما حبس وربط سأل الناس أين أصل دينكم النصارى قالوا بالشام فقال إذا جاء نفر من أهل الشام وأرادوا الرحيل فأخبروني استطاع سلمان أن يفر ويترك أباه ويترك أهله وينطلق لكي يبحث عن دين الحق رضي الله عنه وأرضاه දෙන් එක එෆානෝ සුවාලු ෆද්දමන් දී නසාරා දීනුගේ අස්ලු ඔතී කොන් තාකුත කොන් කවුමෙක් ගාතෝ දීනුගේ දන්නබේ කලුන් තිබ්බේ කොන් කවුමෙක් ගාතෝ එහිඳුගා එක එෆානෙන් වඩාගති එයි ශාම් කරාගකම දෙන් එක එෆානෝ විදාලොම් එමිහුන්නා වාහක දෙක්කි ශාම් කරය එබ්වස් ලෂ්කරේ කාෆිලායි දා ખબર ලිබිජ්ජකම ගානම තිමන් ක එෆානා ખબર දේශේ දෙන් ඒ ખબર එමිහුන් දිනුම එක එෆානෝ කුමස් ගොතකුන් ඒ හිලිහිලාග නට්ටුවාලාගෙන් ශාම් කරය එක එෆාන දතුරු කරේ طبعا هنا درس عظيم جدا فيما يتعلق بأن شاب صغير يترك أباه يترك بلده يترك أهله يترك ماله يخرج ولا يدري ماذا سيكون في طريقه يريد أن يبحث عن ما يريح قلبه وتطمئن نفسه وتسكن روحه لا يريد الدنيا ولا المال ولا الجاه ولا الشرف ولا الماء الطعام وإنما يريد أن يطمئن هذا القلب رضي الله عن سلمان ورضي عنه අද මිතනන් අවගමෙන් වර මුහිම් ෆිලාවල ලිබිගන්නන්ජේ එහෙන එක එෆානුගේ තුප්පුලකම එකුගාවස් අතුගෝරි හුරිහා මුදල එක එෆාන බප්පාෆුල හුරිහා මුදලෙන් දිරිවලුබුන් එක්කොල දූකුර වාෆා එක එෆාන නික්මඩාගෙන නැති ශාම් කරේ නික්මඩාගෙන් එරුගා ඒ ශාම් කරා එක එෆාන දිමාවානි කොන් කමෙක්කම එක එෆාන දැන් දිමාවාන් හුරි කොන්කා නුරක්කාතරි කමෙක්කම එව්වේ සාරේ එක එෆාන එංගේ වඩා නුගන්නවා එහෙන්නමස් හග්ගු ගොෙන් හෝදු මට්ටක රංගලු ගොෙන් හෝදු මට්ටක එක එෆානුගේ හිප්පුලුග එවා උම්මීදු හාසිල් කුරුමට්ටක එක එෆා නික්ම වඩාගෙන නෙවි දුනියවි එවස් කමක දුනියවි එවස් මකාමක බෙලුවෙන් නැති එක එෆානුගේ හිප්පුලුග එවා හෝදම් බේරුවා ඊමාන්කන් තක්වාවරිකන් හග්ගු දීන් හග්ගු ගොෙන් හෝදු මට්ටක එක එෆානු නික්ම වඩාගෙන لما ذهب سلمان إلى الشام وجد قسيسا أو راهبا ولكن هذا الراهب كان يأمر الناس بالصدقات ثم يأخذ الأموال ويختبئ بها لا يعطي المساكين والفقراء والضعفاء يأمرهم بالصدقة ويأخذ الأموال يكنزها عنده فلما رأى سلمان هذا الحال ومات ذلك الراهب جاء الناس لكي يدفنوه فقال إن رجل سوء وقال إنني أدلكم على الكنز الذي كان يأخذه من الناس ولا يعطيه الفقراء والمساكين فدلهم عليه ثم قاموا بصلبه وأيضا أتوا برجل صالح في الكنيسة يقول سلمان لما جلست معه وجدته أنه من خير الناس صلاحا واستقامة وعبادة එක එෆාන ශාම් කර වඩාගත්තන එක එෆාන ෆෙනි වඩාගත්තන් එතාංග නසාරා දීනුගේ ෆාදිරිය අදී ඒ ෆාදිරි කාර්ය එක එෆාන මඩුකුර වෙහෙන්නම සෙෆාදිරිය කී වර නුබෑමිහ මිස්තකොන්න සොදගා කුරුමක් අමුරු කුර එහෙන්නම සේ සොදගාන් ඒනගේ ගාතුක ජමාකොන් ඒ සොදගාතුන් ෆගීරුන කේන හේද එනකුර ඒ ෆාදිරි ඒනක අමිල්ල ඛසානාග එච්චි ෆොරුවා රක්කා කුරමුන්දිය මිස්තකොන්න එකමනේගේ එනමස් ඒන මරුමු මිස්තකුන් ගාතුක සල්මාන් එවහ කියාදේ වේනක නුබෑකම වහ කියාදේ අද එකමුගේ දලීලෙන් එදුම එක එෆානු විදාලොයි ඒනගේ කන්ස් ඒන ෆොරුවාෆා මුදාතන් එමිහුන එක එෆානු දෙක්කෙවි එයින්ද එමිහුන ඒනේ කීවර නුබෑ මකරවරේකන් යකීවේ
ena soliban arwa nene emihun aniya kuri adi efoga salih rangol miheko e maqama iskula ekefan vidaluit ekefana ki fahun e iskura wonu rahibaki war rangalu salih waroveri zahid mihik. لما جاء الموت لذلك الراهب سأله سلمان وقال له: إلى من توصي بي؟ ليس لي أحد، ليس لي أب، ليس لي أم، ليس لي ناس، يعني هو يريد الحق. قال: إلى من تتركني؟ قال: اذهب إلى رجل في نصيبين، رجل في نصيبين هو على ما نحن عليه اليوم. وإلا قال قبل ذلك قال له أنه قد انصرف الناس عن الدين، النصارى في ذلك الوقت قد انصرفوا عن دينهم وما بقي إلا القليل ممن يقيم الدين النصراني على ما جاء به عيسى عليه السلام. دين كيف فانو إبيفلا غاتوغا راهب ميها غاتوغا هن مفوغا دنيا دوكرا وغوت نوتا مي وهار فلو وغوت اس جهمون راهب ميها ام فوغا دنيا کا حیات هيد كرم ديوغوت سلمان فان سوال كروي تيمن كاكوا غاتن هتي دوكربني تيمن كاو كارين دامي حق هودمٹکا دين مي دينوغا ام رانگل ثابت هوري دينوغا علم ام رانگل انگه هوري كون علم ريتو تيمن ميهكا همه ديومٹکا حق هودمٹکا اي زمانہ کے نصارا دینوغا سورم مدو ميهكو اساگ فانو ادين گنستوي گوتا تباوم گوساواني همبه اگه ترين راهب ميها نصيبين كيا رشگا هوري راهب گاتا ديومن اشاره كروي ايكما حقو گوتوغا مسيو كرم دي ميهكو ترين ميهي گوتوغا ابي فلاسفه كروي. انتقل سلمان إليه ومكث معه، وجده أنه صادق وأنه صالح، واستمر معه حتى جاءه الموت، ثم قال له: إلى من توصي بي؟ فإن فلانا أوصى بي إليك، وأنت توصي بي إلى من؟ فقال: اذهب إلى رجل في عمورية فإنه على ما نحن عليه. فانطلق سلمان إليه بعد أن مات ذلك الراهب. هم دين بيفلا إرشاد درون إرشاد دون ميها بيفلا غاتا راهب ميها غات سلمان فان وඩාගෙන আদি بيفلا غාතුග හොන්නේ මෆෝග بيفلا වහාර වගතු අස් ජෙහුමුන් සුවාල් කරවි තිමන්න කයෆාන غාත මි අයි මීන بيفلا کو إرشاد දෙවැගෙන එහෙම කයෆාන දුනි දෝකරම මෆෝග තිමන්න දාම්වි කාහුගේ غාතත්තෝ එහිදුග සල්මාන අනෙක්කාවස් ඒ راهب මීහා إرشاد දෙවි එහෙන් තනග්ග හුරි تقوى صالح راهب غاتا ديوما. انطلق بعد ذلك سلمان ومكث معه حتى اقترب أو رأى أنه قد نزل به الموت، فقال له: إلى من توصي بي؟ فقد أوصى بي فلان إلى فلان وفلان إلى فلان وفلان إليك. قال: يا بني، لا يوجد مما نحن عليه اليوم أحد، لا يوجد مما نحن عليه اليوم أحد، ولكن أضلنا زمان نبي آخر الزمان يخرج في جزيرة العرب ويهاجر إلى بلدة بها لابتين وبها نخل، يأكل الصدقة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. أدين إبي فلاوي سوهارا غدي أسجهم أنيكا سلمان فان سوال كربي تمن ندين كاهوكي غاتتو دامي كله فان غاتا تمن ميي مين ميهو كيبا مين ميهو كوسيكو ميغوتر إمي ما تمن ندين كاهو غاتا دامي أين إبي فلا ويدالوي මිහාර දුනියේක තිමම්මන්ගේ මේ දීනුග අස්හග්ගු දීනුග තිබෙ එවස් මිහෙකු නැති එහෙන්නමස් ෆව් zamanuga නබියා ෆාලවානේ වගුතු මිහාර මෙති ඇස් කාරිෆේ එයි අරබි ජසීරායන් ෆාලවානේ රසූලක එයි ෆව් zamanuge නබියායි එබේ ෆලා හිජුරේ වඩා ගන්නවානි කදුරුළු නෙදිෆාවා වශාගෙන් බුස්තාන ඔය මේ බිමකෂ. انتقل سلمان بعد ذلك إلى جزيرة العرب، وجد قوما قال: تأخذوا أموالي وتنقلوني إلى جزيرة العرب، فأخذوا أمواله ثم ربطوا سلمان وباعوه عبدا ورقيقا فاشتراه يهودي. دين كيفانو عربي جزيرة ديومتكا ما سيكورة بيغوتون عربي جزيرة دابايكا دماغ كيفانو غوريها مودلك ديفا عربي جزيرة كيفانو گنديوما ادي وඩාගෙන් එහිඳු එමිහුන් كيفانو غوريها مودلෙන් අතුලි අධි كيفانو عربي جزيرة گندي එහෙන්නමස් අලගේ ගොතුක එකලේෆානොස් වික්කාලි يهوديكو كيفانو අලගේ ගොතුක گeng. ثم انتقل سلمان مع ذلك اليهودي عبدا ورقيقا إلى المدينة المنورة، ولما رأى بها النخيل ورأى بها الحرة قال: علمت أن هي هذه المدينة التي سيخرج فيها أو يأتي فيها النبي الذي ينتظره وهو نبي آخر الزمان.
دين مدينة يهودية ميها ألقى قطوغا سلمان الفارسي الله تعالى عنه مسيكرم جندي أدي كيفان هجرة وداعنا أنا كم بيان كره علامات توترين قدر ندي فوات كيفان فين وداعين أدي نوم بس مدينة وشاعن ليفا وإمها علامات كيفان فين وداعين علامات كيفان ديك وداعين كيفانوغ رسالة أميدوغا فهو زمانوغ نبيا أميدوغ كيفان مدينة هيدا كرام جندي. يقول سلمان: بينما كنت في إحدى الشجر أصلحها وإذا سمعت اليهودي قد جاءه ابن عمه ويقول له: انظر إلى بني فلان لقد جاءوا برجل من مكة يقول أنه نبي آخر الزمان. فسأله ذلك اليهودي: أهو هو؟ قال: نعم هو كما وصف في التوراة. وإذا بسلمان لما سمع ذلك الخبر يقول: ارتعدت وكدت أسقط من على النخلة فنزلت وسألت اليهودي: ماذا تقول؟ فلكمني لكمة وقال: ارجع إلى عملك ليس لك دخل في ذلك. يهودي كدر دندوغا مسيكورن كدر ركيغا كيفان أرى ونونيكو كيفان إيه وداعين يهودين ترين ميهكو دكم ديا واهك ميهك أستين خبره خبرك أديوني كيفان أدو إيوني مي مكاين ميهكو مينا قبيلة بياكو جنسية مدينة ميهم قبوكرا غوتوغا أي فوزمانوغ نبيا دم مينا يهودي ميها بني ميها كي حقيقتوغا بسهم فوزمانوغ نبيا بنوم يهودي ميها بني آية كي هم حقيقتوغا بسي فوزمانوغ نبيا أهر من التوراة فوزمانوغ نبيا كموغا بيان نبيا كيباغا بيان هنانا كم بيان كروا فوا إمها صفة إيك يفانوغا أجا بوتة هندو سلمان غفانو كدور ركوغا أنونيكون أدو يوداعن كيفانو إدارة تمنا كريا نوتوني كيفانو دعوتك أميدك كيفانو أنونيكون أدو كيفانو يوداعتهم أنا أمبر وداعن سوال كروم صاحب ميها سلمان غفانا أمر كروم بني خليا كا بهيك منون مي كذا مسكت كله أمبر داش. سلمان يقول: جمعت طعاما وادخرته فإذا بي أخذته وذهبت به وعلمت أن رسول الله قد نزل في قباء فذهبت إليه وقلت له: أعلم أنك أنت وأصحابك فقراء وهذه صدقة عليكم. فلم يأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أعطاها لأصحابه صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان: هذه واحدة أنه لا يأكل الصدقة. سلمان غفانا كوري كيفانا بدل راهب تريق من النبي صلى الله عليه وسلم علامات تو تريق فوزمان النبي علامات تو تريق كيفانا كياد وافا الصفة كيفان صدقة قبول نقربانكم هذه هدية قبول قربانكم. سلمان غفانا كيفان قباغ هن خبر لبداغ مي قدر صدقات اگتو اگندي ادي گندوا ف كيفان هدية كور ودالو مي صدقات اگ اهندوغا من النبي صلى الله عليه وسلم صدقة قبول نقرب كيفان رد قربي دين سلمان غفان ودالو مي تمنگه راهبون كيادي فور صفتا گترين اس صفه ميار ميوتي ديما اف. أيضا يقول سلمان: بعد أيام جمعت طعاما آخر وجئت به وإذا برسول الله في المدينة فقلت له: هذا وجدت أنك رجل صالح لا تأكل الصدقة فهذه هدية لك. فأكل منها صلى الله عليه وسلم ثم أعطى أصحابه عليه الصلاة والسلام. دين هن دوهجا أنك كيفان قدر إكوجن من النبي صلى الله عليه وسلم أريه مدينة كيفان أصحابه كنا كإنه نيكو بداعن بدار كيفان كصالح رانغول بيفلك كيفان كصدقة قبول كرا بيفل نون هم بما مي كيفان تمنى دين هدية ك عند من النبي صلى الله عليه وسلم هدية قبول كربي دكيم فريق كلوبي أدي كيفان أصحابه كنا هدية بسوي. طبعا في قصة سلمان كثير من الدروس والعبر سوف نقف على بعضها أثناء ذكر القصة وسوف نتكلم عن بعضها بعد انتهاء القصة. هذا فيه درس عظيم. أدمي كيفان واهك كي ورم ماتير إبرتكين حاصل وجند واهك يقطع أقولمن بين نقطة توقع مي واهك كتيرمس نقطة فائدة به يقطع واه دكانا فاه قرآن أدي فوق درس فوق بس عامكم كيفانوجه هيا بقولن لي بفائدة تكا به يقطع أقولمن واهك دكان إن شاء الله. والدرس يتمثل في أن إذا أردت أن يزداد حب من تحب فيك فعليك أن تبادره بأن تكرمه وتعطيه مما عندك. فانظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء التمر هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد غيره قال هو لك هدية لك فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم أعطى أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهذا درس عظيم جدا في إكرام الأقارب والمحبين من الوالدة والوالد والأبناء والزوجة
والأصدقاء، حتى ولو كان الشيء قليل لكن أنت تفتكره وتتذكره وتحسن إليه وتعطيه منه، يدل على حبك له وإكرامك إياه. أو من منكوتا لبيوندا فيلا ولكي algon men deke ehem mihun lobiwan edekam gawanama aditima ehem mihunna kuluna ogatirikan oikkan emihunna algon menge suluku engen beenunkam gawanama kitemme kuda echen algon men lifa oikkam gawinames echen algon men emiha gattaka hedakurum man nabiy sallallahu alaihi wasallam li badagen kadur khude ka efan amille fari kulume defoga eka efanuga ashabe konnan e basswale bihema ein deha koddeni eka efanuga hippuluga e ashabe konna deeterega ufedifawa lobi ebe fulun deke eka efanu wada gannawa lobi adi eka efanu hippulugawa kulunu. لا أريد أن أطيل في شرح هذه الفكرة، أظنها واضحة جدا. إذا لم يكن عندك إلا كأس عصير واحد وأنت تشرب منه وأمك أمامك أو زوجتك أو أحد، وأخذت قليلا وضعت في كوب آخر ثم قدمت له من غير أن يطلب، فأنت يدل على حبك له. لا يوجد إلا خبز واحد كسرته بالنصف، أنت أكلت نصفا وأعطيت حبيبك سواء كانت أمك أو أباك أو زوجتك أو أولادك أو صديقك، هذا يزيد الحب ويؤكد المحبة. أولا كابو كوري غوتوغا مي واهكي كي ما بود أغم تفسير نكوريس وريا بهم سنجي ودا غنوان واهكي එමිහෙ ගතුක මිසාලක ජූස් තට්ටෙනත ජූස් ෆුලේ කොට කොට හුරි හාලතෙග්ග නුවත රොෂි රොට්ටෙන් ඒනාතුෙන් හාලතුගාස් ඒ රොෂි ඒනා ෆලිකොල්ලා ෆනත ජූස් එහෙන් තට්ටකේන අලාෆ එන කෑරිග ෆෙන්නන් තිවි ඒනගේ මම්බෙන් වත බප්පෙන් නුනේ ඒනගේ දරින්න නුනේ ඒනගේ අම්බි මිහාය ඒ දික්කොල්ලුමුන් එයින් දේහ කොද්දේ නිතිමාගේ හිතුග නෙමිහුන් නමෙතුග ඔයින් ඔගාතරිකන් හම්දර්දි ඒ ලෝබි ඒගේ සවුම් වර බොඩන් ආලාවෙගෙන් දේ. سلمان رضي الله عنه انتظر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج في جنازة، أي مات رجل من الأنصار وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها في بقيع الغرقد بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم، خرج لكي يدفن ذلك الصحابي، وإذا بسلمان خرج معه ومكث خلف رسول الله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلفه عرف ماذا يريد. ماذا يريد؟ يريد أن يرى خاتم النبوة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه إلى الخلف حتى يرى سلمان خاتم النبوة، فإذا بسلمان رآه ثم انكب يسلم ويقبل ذلك الخاتم، ثم قال التف أو تقدم أمامنا يا أخ الفارس، ثم قص قصته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي سلمان غفانا كورين كيفانون بدل راهبن كياديفا وأن سيفك من النبي صلى الله عليه وسلم بركة فلوغا نبي كم كسيكا جيفا وانا كسيكا كلام سيكا هنا نقطة كلام كيفانا إنجودا فواني إهم بإنتظار كيفان هنا بدوغا أنصار بيكل جنازة من النبي صلى الله عليه وسلم بقي أنك وداعته من كيفانو سلمان غفان وداعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهب فلوغا هنا وانفشوا من كيفانا إنجي وداعين كيفان كون كمكا كأولوان هندو النبي صلى الله عليه وسلم كيفانو كون فلوغا وريدا كشفكر بأدي نبي كم كسيكا كيفانو دكوالي بهندوغا سلمان غفان وداعين سيكا فلوغا بوستيبي أدي كيفانو جاكلو بوستيبا أولداعين هندوغا من النبي صلى الله عليه وسلم كيفانا vidāli kurimacha annāshe den ekayfānu wadagen ekayfānu wāhaka fashnunsura niyala ekayfāna kiyadif. أيضا في هذا الجانب من القصة ودرس مهم، ولعل النساء يستفدن منه ويتعلمن من هذا الدرس في كسب قلوب أزواجهن وازدياد حبهم لهن. أمهم من فيلا مي نكتان أغمرنا وربود فيلا اللي بدي خاصة عنهم بيفلونا بيفلونge ebe kamalunge firing ebe karuna meduga lobi ufaddana goik daswegende. وهو عام ليس فقط للنساء بل أي شخص تريد أن يحبك ويزداد حبه لك عليك أن تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سلمان، حيث أنه رأى سلمان خلفه ولم يطلب سلمان ويقول يا رسول الله أريني خاتم النبوة، وإنما عرف النبي وشعر وأحس بحاجة سلمان أنه يريد أن يرى خاتم النبوة، فمكنه من ذلك عندما رفع له الرداء. إذن أنت إذا أردت أن يحبك أي شخص كان فإنك تبادر بفعل عمل قبل أن يطلبه منك، فكذلك الزوجة ينبغي عليها أن تبادر بفعل ما يحبه زوجها ويريده منها قبل أن يطلب ذلك، فإن هذا مما يجعل مكانتها
في نفس زوجها كبيرة جدا. mi faada ki hame ke anghem belfon nang faada vesnun algon men nang enge evves mihe ko aneka tibage deke aneka ge gaatu ka tibage ki lobiwa mihe kamuga hadam beenu vejje kamuga wanama emihe ko amille ena ede kame edumuge kuriga algon men amillen ihsas kurun jehe ena kon kame beenu vegen kan euleni kon kamakka ena ummid kurun hem vejja ma nabiy sallallahu alaihi wasallam Salman kari nas ekayfan nasawa kayfan kon kametto beenum fulugen ti ulubani ennam se ekayfan engi wadagen ekayfan kon kametto beenum wegen ulubani hembe ekayfan edi wadagatum kuriga man nabiy sallallahu alaihi wasallam ekayfan beenum fulugen ole kante ekayfan fuddene magu tanwas ko devi min awban engeni ambim bes emihunge ebe kamalunge firinge lobi hodam beenum kum gawanama firimiha no temiho ko amille anhemmiha gaatuge ene lobiwa kamen no te ede kamek sida ka edumuge kuriga anika lobiwane kankamake kobakan amille denegan ekanka edumuge kuriga ekanka timage faratum fenun ei timage makana timage daraja emihege hituga waram mati daraja ekan ufuligen danakam ولكن أيها الأخوات في عائشة قدوة وأسوة عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينازع في لحظاته في ساعاته الأخيرة دخل عبد الرحمن بن أبي بكر فلما دخل كان معه مسواك فلما رأت أن رسول الله ينظر إليه عرفت ماذا يريد رسول الله فأخذت المسواك من يد أخيها ثم قطعته ثم لينته بفمها ثم أعطته رسول الله فشاص به فمه فمات صلى الله عليه وسلم. هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم لو بيتان بكمبلو أم المؤمنين السيدة عائشة رضي عنها أي تيكمبلو نغوري ورم ماتوري نموناي ekefan dunia dukure bi alas kam fuluga ekamana kotri kolo ekefan onnoniko abu kurfan darikalum abdurrahman wadaage kotri kolo wadaange ekefan appuluga tangungula arak dandikole oi ehinduma nabiy sallallahu alaihi wasallam e dandikole ballon fettum aishtufan engi wadaage fe ekefan kon kamakakkam meharu beenum fulugen ulubane ekefan ge dappulu ungulu wahi begen kan ekefan ulubane hindu Aisha dhanna ekefan ge appulun e dandikole atlubi adi eti burikolle mafoga ekamanage angafulun e reach fa kollu mafoga ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge dappulu ekamanage appulun ungula devi efo ekefan dunia dukurvi ولذلك عائشة رضي الله عنها نالت شرف أحب الناس إلى رسول الله لعله السبب أنها عرفت ماذا يريد رسول الله فكانت تفعل ما يريد رسول الله لذلك بلغ حبها عند رسول الله أنها أحب الناس إليه ميغوتم النبي صلى الله عليه وسلم ام لوبي فلوا بيكملن غوتوغا عائشة الله تعالى عنها آغمن فاها كورن غساوني ehni ekamana engiwada gannawa ekefanu beenum fulwani kon kamek ekefan lobi fulwani kon kamekka nemme ekankama egota ekamanage amalu fuluta behettewum man nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga emme lobi fulwa bekamalaki aisha radhiyallahu ta'ala anha kamga wegen goswawani أخواتي حق الزوج عظيم جدا وهذه مناسبة أن نتكلم وإن كنا خرجنا عن درسنا فإننا بلا شك الهدف من جلوسنا هنا الفائدة. حق الزوج عظيم جدا يجب علينا أن نحرص على حقه وإكرامه والصبر على طلباته وأداء ما يلزم لأنه كما ورد في الحديث أنه لو كنت آمرا امرأ أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والسجود ليس إلا لله فقط ولكن انظر ماذا يريد النبي أن يوصل رسالة إلى المرأة أن الزوج له حق عظيم وجليل وينبغي عليك أن تصبري على كل ما يحتاج وأن تهيئي نفسك لكل ما يحتاج ذلك الزوج. لو بيتي أختم أقول من gemi darus ga sida mawdu ki min kam ga noyes mi algon men mitanu ga faha kollan je nuktai firimiha ammiha ga macha firimiha ga maqamaki wat firimiha ga hagute ki war matiregen ba hagute ke emvima man nabiy sallallahu alaihi wasallam algon men irshad dibwa foni allah subhanahu wa taala fiwa em farata ga miha ga sajida kuranti man kalek fan amur kurwane nama ami miha firimiha sajida kurmati man kalek fan amur kurwi muhe mi usuluge dashun ammiha ga macha firimiha ga hagguta waram materegembe emvima dirulumuge terega dimama tafa dahitaka kankamuga firimiha eko ketterive
ei duniyawi gotun libenje kankan kamu gavies adi ehenihen duniyage dimaaw eke hadisata kamu gavies en komme kamek gaves kettirive firi miha ke hegotuga direwulumaki algon men warboda samalukan denjen kame. وينبغي عليك أختي الكريمة أن تقرأي في قصص السالفة من النساء، سواء كان قصص الصحابيات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقرأي أيضا وأن تتعلمي قصة زوجة إسماعيل عليه السلام التي صبرت وثبتت وشكرت ورضيت، فلما علم إبراهيم بذلك أمر إسماعيل أن يثبت عتبة بابه. أن تقرأي وتنظري من هم النساء اللاتي هن سيدات نساء أهل الجنة كفاطمة رضي الله عنها، وأيضا آسيا زوجة فرعون، وغيرها من النساء الصالحات اللاتي أشاد القرآن والإسلام والدين بهن. ابحثي عن صفاتهن وتعلمي مما كن يفعلن حتى تلحقي بهن وتنالي رضا الله عز وجل. ميكان حاصل كرمتك إسه غصاوا صالح تقوى سلف الصالحون أنهم بيفلونا أدي يكورين غصاوا إمها صالح هو أنهم بيفلونge سيرتا سلوك أقول من دسكورنجي بيفلونge واهكة أقول من كينجي بيفلونge حياة بلون أقول من إبراهيم حاصل كورنجي مثال جيغتون إسماعيل غفانو أمبيكمبلون إكمانا غوري لانغول صفة كتكا إبراهيم عليه السلام إكالي غفانو أمبيكمبلون إغوتو غهيفة إتوما أمور كربي إيكي كوريغا جنغلوبي أمبي كمانا لانغول نونكم واريكورون أمور كروما إكوغا هم هم أقومن فنيين غصاواني ما النبي صلى الله عليه وسلم قلبو دركمبلون فاطمة الله تعالى عنها هم إغوتا فيرونو أمبيكمبلون آسيا وس أقومن فنيين غصاواني ما ماتير نمونا أغوتو إمبيما هيغوتو أقومن تيبمتكا إسه غصاوا صالح تقوى نمونا أنهم بيفلونge واهكة كيا واهكة كون إبراهيم حاصل كرمكي ورب بڑا سمال كن دنجينكم. نرجع أيضا لقضية النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما فهم حاجة سلمان ورخى له الرداء، أريد أن أذكر لكم قصة حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبطلها كان ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء الحاجة، فماذا يحتاج؟ يحتاج إلى ماء يتوضأ به، ففهم ابن عباس ذلك فذهب وأتى بإداوة الماء وقربها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الحاجة نظر إلى الماء، قال: من فعل هذا؟ قال: ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعوة تسوى الدنيا بما فيها. هذا أقول هو من مقام فاهكولنجي نكتاس سلمان غفانو إدواداعين إكيفان هيبلوغا إيوا بينهم فلو إكيفان إنجي ما النبي صلى الله عليه وسلم إنجي واداعين إكيفان ريدا كلو تيركوربي تن دكومتكا سيكا فلو دكومتكا هم بيقولون إيه حادثة إن أقوم نفنيجندي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حادثة الدوه كما النبي صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة كرمتكا واداعين هندو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فني إنجي واداعين في إكيفان قضاء حاجة كرم واداعين نواكم قوانما قضاء حاجة ظاهر متّكا فين إكيفان بينهم فلوانك نهم إكيفان ويدالهم ككوريغا فين هودواعين جنس إكيفان فين دبي هندو النبي صلى الله إكيفان فين بهتّبي هندو النبي صلى الله عليه وسلم فين واداعين مي كاكو كوري كمتّو دنيوم عبد الله بن عباس كوربي كمكّو دنيوم إكيفان دعاء كوربي إكيفان كي دينك فيغور كان دبافا أدي قرآن تفسيرك علم دبافا بيكلكم قوما الله تعالى حدث دعاء كربي من الدنيا تفاعل كانكولتوغا مسلم كدوتوغا كأنه أتكا كورم دا ماتيوري دعاء كسببكي ميدنبي غوتان إكيفانو أميل فولا فيني بداعين كربا فما ماتيوري هيوكم إجي سبب. لو ضربنا مثال آخر بس أقرب وأؤكد هذا المعنى، لو أن أمك أخرجت الدواء أخرجته، ماذا تريد أن تفعل بهذا الدواء؟ تحتاج إلى ماء، فأنت مجرد أن رأيتها قد أخرجت الدواء وذهبت وأتيت بكأس الماء وضعتها بين يديها من غير أن تطلب، كم ستكون سعيدة أنك تشعر بها وبحاجتها. مثال أقول بلا ميا غوليجين هو مثالك أقول من ماما بابا ماما غواك شيء فاكورب بيس كيو متّكا بيس كتو نجاف كم غوانو بيس غولي نجاف كم غوانما أقول من نجنجه ماما بيس كيو متّكا فيم بينو وانك ما أقول من كوري باغا ماما أميل فينتر جينستير بونو مك كوريغا أقول من ماما كبينو إنجي فينتر جينستيف كم غوانما ماما وربّڑو فاوان أدي داريفولا تيمنا كشعورتا تيمنا كبينو وكانكا
එංගේකන් තිමන්න කන්තතක අහම්මෙත් කන් දෙයක මම්මගේ හිත වර බොඩ ෆාහගවෙන් දාන. طبعا المرأة التي تحب أن يزداد حب زوجها بها فإنها تكتب الأشياء التي يحبها زوجها، تكتب يحب كذا يحب كذا يحب كذا، يأمر بكذا ينهى عن كذا، فتفعل ما يريد وتسبقه به بذلك. وكذلك الابن يرى أمه ماذا تحب سواء طعاما أو فعلا أو كلاما، فيرى يكتب الأشياء التي تحبها أمه وأبوه ثم يفعل لهم تلك الأشياء التي ترضيهم والتي تجلب محبتهم. ميغتون فيرميها لوب بهودن بين وانهميها همهم مامي دارين اميهم مام بفانغ لوب هودن بين ودارين كم غوان اميهم مچ موتي كم ميهكس اميهكو اده لوبي وكانت ليست كور مثالك انهميها انك فيرميها لوب بينون كم غوانم فيرميها لوبي وكانت تنگene ليست كور විදාන فاه كور විදාන එෆෝග එකංකන් එනේ බරාබර් فاه كون كور විදාන හැමෙගොත මම බෆාංග ලෝබි හොතන් බේනු මිහස් මම්ම ලෝබි වකන්ත මම්ම ලෝබි වාහක රුහෙ වාහකංකන් එනේ ලිස්ට් කර කොන් එක් ලිස්ට් ගා ෆාහ කරේ ෆාකන්ත බරාබර් එනේ කරවෙකින් දාන එක සවබුන් එෆරාතුක ලෝබි එනේ ලිබිකින් දාන. نرجع لقصة سلمان رضي الله عنه وكيف أنه رأى خاتم النبوة وقص على رسول الله قصته. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكاتب اليهودي، والمكاتبة معناها في الإسلام أن العبد يدفع مالا لسيده فيعتقه مقابل ذلك المال. أقول أنك سلمان الفارسي الله تعالى عنه وهك إبردان إك إفان الإسلام وداعتهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر كربي إنجبي إنك صاحب ميها يهودي أيكم إك إفان مينيوم بموجة إبسون ليان أي وكي وركا دمي عدد دكهم مينيوم واغوتا اليوم إك إفان أمر كربي. فعل ذلك سلمان وطلب منه اليهودي 300 نخلة لا تموت منها واحدة، وأيضا طلب منه 40 أوقية من ذهب. أدين سلمان الفارسي الله تعالى عنه إك إفانونge صاحب ميها إكو إبسومجا سيكوري إيغوتون تنسته إك كادرلوك أي إبسومجا إشارتكمجا عادي رانوge إتبارو منبرين اسمي مينومجا شارتكمجا كاندلوف. وهنا درس أن الحرية ليست رخيصة، غالية. الحرية غالية، كل إنسان يكون حرا ليس عبدا، هذا غالي، يدفع شيء كثير حتى يكون حر، وخاصة أن يكون حرا أيضا من الشهوات ومن مما يقيده ويحبسه ويمنعه، ليس فقط العبودية التي المراد بها العبودية. نعم مثلا أقولنا إنجن دا فيلا ولكي مينيوم كماكي ورا ماتيوري ورا أقبض إتشيك أي زمانوكا كادورون أي ورا أقبض إتشيك أدي إتبار رانوكا إتبار منبرك එක එපාන මිනිවම් කමක් එදුන් ඒ මිනිවම් කමුගේ අගුබඩකම් අගමන්න වරණගල දේහවගේ හිඟ ජී ආදාය කමෙන්නුක්. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة واحدة: وانظروا إلى حب الصحابة لرسول الله كيف يطيعونه، قال: أعينوا أخاكم. هذا إبسون اليوم أيكم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كنا إرشاد دبي أمر كربي تبى فلونك تبى مهنگ أخاه أيكم إهي تريكم فور كدش إجماعه كي سلمان الفارسي الله تعالى عنه مينوم بومغا එකමුග හුරිය අස්සාබේ කලුන් එබේෆක ලිබඩාගේ මෙම්බරකුන් එහිතරකම් ෆෝර කොත් මේක එෆාන ඉදවඩාගේ මිම් දේහ කොත් දෙන එක එෆාන අස්සාබේ කලුන් නා මෙදුග එක එෆාන හිප්පුළු ගාවා මහමතුවරි ලෝබි. وإذا بالصحابة يتسابقون إلى مزارعهم ويأتون، الذي يأتي ب30 نخلة فسيلة صغيرة الحجم 30، ولا يأتي ب20 ولا يأتي ب10، والذي يأتي بما يستطيع ويضعها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هندوك أصحابه كانوا يكم أوس وداعم بيفلون كادورك تيريسرو أنا بيفلون ويهرو ميقولون كم بيفلوك سبيفلوك جنة ورك بيفلون أبلوك هوري ورك جنس من النبي صلى الله عليه وسلم كورفلو ماتيك بحرتم جندي أي كودي روك إندي ور كودي روك جنس كيفان كورفلو ماتشان بيفلون مشاورم جندي. واجتمع أمام رسول الله عدد النخل الذي يريد سلمان أن يزرعه. هندوك هوريها أشيكم من النبي صلى الله عليه وسلم كورفلو ماتيك سلمان ليوب صاحب ميها كليوب منبر كادورون كيفان كورفلو ماتيك إساهي توك بيفلون جماع كورف. ثم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكان المزرعة فيحفر لها الحفر، ثم يخرج الصحابة ليساعدوه أيضا. دين ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر كربي إكادور روت تجس بموجا إندادير ما جاء الصحابة كنا أمر كربي إكموجا كيفان هي تريكم فور كدم. ماذا نستفيد من هذا يا إخواني؟ ميجن لي بعبرتك كباه. نستفيد من هذا أن هناك ترابط وأخوة وتماسك. هذا سلمان فارسي ليس بعربي،
ولكن الأنصار من سادات القوم يخرجون مساعدته، لأن الرسول قال أعينوا أخاكم واعتبره أخ لهم عليه الصلاة والسلام. ಅದು ಮೀನ್ ದೇಹ ಕೊದ್ದನಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮನ್ ತೆರೆಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಜ್ತಮಾ ತೆರೆಗ ಒನ್ನಂಜೆ ಇಬ್ಬಾವಂತಕಮ ಉಖುವ್ವತ್ತರಿಕಮ ಗುಳುಮುಗೆ ಮತಿವರಿಕಂ ಎಹೆನಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಗುಫಾನಕ್ಕೆ ಅರಬ್ ಬೆನ್ನು ಏಕೆ ಫಾನುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವಡಾಗನ್ ತಿಬೆ ಅರಬಿನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಬೇಕಲುಂ ಅದಿ ಮುಹಾಜಿರ್ ಬೇಕನ್ ತಿಬ್ಬೆ ಎಹೆನ್ ನಮೆಸ್ ಎಹುರಿಹಾ ಬೇಕರುನ್ನ ಏಕೋ ಏಕೆ ಫಾನಕ್ಕೆ ಮುಜ್ತಮಾಗೆ ಫರ್ದೆ ಗೊತ್ತು ಅಖೆ ಗೊತ್ತು ಏಕೆ ಫಾನ್ ಸಿಬ ಕೊರವಿ ಅದಿ ಬೇಫುಣಂ ಇರ್ಷಾದ್ ದೆವಿ ಏಕೆ ಫಾನ ಎಹಿ ತರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದು ಮಹಿಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತಿವರಿ ಇಜ್ಜತ್ ತರಿ ಶರಫ್ ವರಿ ಅದಿ ಹಸಬಾ ನಸಬತು ಅರಾತಿ ಬೇಫುಣಂ ಏಕೆ ಫಾನ نحن عندنا في الإسلام لا اعتبار للشرف والنسب والمال والجمال وكل هذه الدنيا الأمور الدنيوية لا قيمة لها. نحن عندنا في الإسلام القيمة لما يوجد في القلب من إيمان وحب الله وحب رسول الله والاجتهاد في السير على منهج الله. قد يكون إنسان من إفريقيا، من مالديف، من سريلانكا، من بنغلاديش، ولكنه أعظم عند الله من رجل في مكة أو في المدينة، أحب إلى الله من رجل في مكة أو في المدينة، وإن كان هو في إفريقيا أو كان في أي بلد من بلدان الدنيا. الهدف الأول والأساس هو ما يقع في قلبك من إيمان وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ تكون أنت في الأول عند الله. الله يقول عز وجل لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، هذا الحديث النبوي وهناك آية أيضا تؤكد على ذلك، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. بقدر ما عندك من تقوى بقدر ما تكون أقرب إلى الله عز وجل. هذا إسلام دينك ميهوك حسبا نسبا شرفا جاهكي يميهك معكوا ماتيركم غيبس الساين أدا كراچنم الله سبحانه وتعالى حضرتك ميهك معكوا ماتيركم بناء فوني එනගේ හිතුගාව තක්වා වරකමක මච්ච එන නිස්පෙබ්වා කවමක එන හොන්න කුලේ එකනු එම්බෙ මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරාෆෝනි අරබියක වකි අජමින්ගේ මච්ච මෑක්කම ලිබිගේ නුවේ අදි කීතු කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ මාන ඉතර තඅකීද් කරවාෆෝනි එකලන් حضرتك එම්මේ හොයගෙන් වා මීහකි තක්වා වරකම් බොඩ මීහා කමක. المجتمع المسلم مجتمع أخوي متماسك مترابط. فالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن دخل مدينة آخى بين المهاجرين والأنصار وربط بينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل رسائل توجيهية: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل هذا يفعله رسول الله من أجل أن يكون المجتمع المسلم قوي ليس ضعيف. هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم إسلام مجتمع بطن كربافوني إن هشيغانو أن هشيغاندا غولي لامهيفا بنايغي سفاغا إكيفانو مهاجر بيكلون مدينة وداغتم أنصار بيكلونا مواخات كربي أدي إفوغا إكيفانو مي أخوانتكن دمهتو متكا إكيفانو إرشاوتك إتبار إرشاوتك دبوا فبوري ඒගොතුන් මුස්ලිමෝක් අනේ මුස්ලිමාකා ඔන්න ගුළුමගේ මිසාලකි බිනායෙක් ෆාරෙන් ඉෆාරුගේ ගාගණු අනේ ගාගණ්ඩ ගුලිෆාවා මිසාලේ හැම එහෙම්බේ මේ හැම ඒගොත කොම්මේ මුස්ලිමක වේනෙන් ලිබි හිතාමේ ලිවිජ්ජකමුග වානම මුලි හර්ෂිකණ්ඩ එකම හේලා හොන්න ජෙහෙ බීදෙන් එක එෆාණු ඉන්සානී මුජ්තමා මුස්ලිමුගේ මුජ්තමා සිව කරවා ෆන එම්විම එක එෆාණ මුජ්තමා අඛවන්ත කරවි අදී අඛවන්තක දෙමෙහෙට්ටු මට්ටක තෆාති ඉර්ෂාවත එක එෆාණ දෙවා ෆෝනි ඒ මුස්ලිමක අන මුස්ලිමක අනියාවරි හුද්දන වානකම ඒ මුස්ලිමක අනේ මුස්ලිමක අඛාකම මේගොත එක එෆාණ වනි ඉස්ලාමී උම්මෙක් එන් හර්ෂිකණ්ඩ ගොතුගා සිව කරවා ඒගොතු මච්ච තර්බියත් කරවා. ما أريد أطيل على الناس، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في السنة القادمة نكمل قصة سلمان إن شاء الله. أو من ديو كراك بينون جاد كربيا أن هاروغا أو من سلمان فارسي کے باقی با متانغا أو من باقي بلاد كوري جندان أتمنى أن تأتي مرة ثانية إن شاء الله في مالدي. عندي قصة حتى لا يغضب النساء. لا بس أسألهن. أي قل لهم نعم. شيء دارنا نعم بيفلون كوفا إيش نكربانا ما يبوته واهكي. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي لما جاء إلى المدينة وبين أبي الدرداء. ما النبي صلى الله عليه وسلم كيفان سلمان كفانا مواخات كربي أبو الدرداء ده بيفرونا هجرة كربي.
فدخل سلمان على بيت أخيه سلمان فوجد أم الدرداء متبذلة غير مهتمة بنفسها وشعرها يعني وملابسها وغير مهتمة، فسألها قال فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك ليش أنت هكذا؟ نعم سلمان كفانو أبو الدرداء يقول بدي وداعين هيرو كيفانو كماما فلو فني وداعين مي تنقول مي تيار نو مانه كي ما ريت نو سيفه كيفان النبيتي دين سؤال كره كيفين هي تيجو تتيه النبي. فلما قال ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له شأن في الدنيا يعني ما هو محتاج ليس له حاجة في الدنيا. هي اسمها أم الدرداء وهو اسمه أبو الدرداء، هي زوجة أبي الدرداء. نعم أبو الدرداء أبي كمالون يقولتا مي ما ريت نون مانه كي تيار وعند ريت كونه نون هنو سادي سيفه كيندا فني وداعين مي එකම සුවාල කරමු එකම නවිදාළුවේ මේ සල්මානුවේ කේෆානුගේ මේ අඛ අබු දර්දා ඒ මේ තිමම්මගේ මිකන්කෝ මාබඩ සමාලුව බේෆුල නෝනේ එක මානේ කි දුනියවේ විස්කම කොළව බේෆුල නෝනේ කි මුනේ උඛරවේ කන්ත කොළව බේෆුලකේ. فقالت أخوك ليس له شأن في الدنيا ولا حاجة، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم. أبو الدرداء يقول أنا صائم ما آكل، قال والله لا آكل حتى تأكل. دين كايش تيار كربي أدي ඒ ෆරීකුලුන් අමුරු කරවි එංගෙවුම් අබු දර්දා විදාලේ තිබන්න මෙහිරි රෝදේශ තිබන්න නුකානම හින්ද කේෆාන විදාලුයි කදේෆාන ෆරී නුකුළුබණි තිබන්නේ ෆරී නුකුළුබණම. ثم ذهب يقوم الليل يصلي أبو الدرداء قال لا نم. دين ريغانو تدو نماز كرم فته اهندوغا سلمان فان විදාලුයි ඉහ නිදාශ අවහාර ෆුල දප්පවාශ. ثم قام في نصف الليل أيقظه وقال الآن قم فصلي. دين سلمان فان ريغانو دمبرو ميداهمه دينون تدو وඩාගෙන් دين مي أبو الدرداء ගෝහ විදාල තෙදු වඩාගෙන මිහර නමාදු කරවාශ ඉබ්බා කුරි අවහාර ෆුල දප්පවා. سلمان قال له إن لربك عليك حقا. سلمان فان විදාලුයි කලේග ෆාන් වෙරස් කලාංගේ අදා කුරන්ජේ හග්ගුතක වෙස්වේ. وإن لنفسك عليك حقا. أدي تباغ نفسك ما أدا كورن جه حقوتك بسنانة نفسك أدا كودن جه حقوتك سنانة لبيدين جه حقوتك. ولأهلك يعني لزوجك عليك حقا. أدي كذلك أميها تك أدا كورن جه حقوتك بسنانة. فأعطي كل ذي حق حقه. كم ميها كبس كم فراتك سفراتك دين جه حقوته هيغوتو أدا كورا شجمانة كيبس وكي فراتك حقوك ميها مشغول دين هوري فراتك حقوته هندا نتانولاش. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. دم النبي صلى الله عليه وسلم أريهنا سواه كيف أنا بيهو قدني. فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. ده كيف حديث كربي سلمان كفان إبدالوي تدو بس فلك. إذن القصة هنا نحتاج إلى نوع من الانتباه للزوج أن يتذكر زوجته وأولاده وأهله وأقاربه وأمه وأباه وأن يهتم بهم وأن يعطيهم شيئا من حقهم من حقوقهم العناية بهم تعليمهم. هذا أمر مهم جدا نؤكده على كل زوج أن يعتني بأولاده وبزوجته وأن يهتم بها وأن يعتني بها لأن ذلك من حقوقها عليه أن يعتني بزوجته وأن يكرمها. مثلا أقوم اللي بفيلا ولكي كم فريهنا كيس كم فريه كي أنا أميها أجا كنكوا مدوغا أنا سمالو أنجينه كان أميهم كهجوتا هيجوتوغا أدا كودن جهنه كان أدي دنيا ديني قطعم أمريكاني ديني كنتتوغا مشغول تيما أدا كورنجه دنيا بي فراتو هجوتا تيما هندا نتالا جنوانه كان أي تيما أميها كم غاويس أدي تيما ممبر فان كم غاويس أي دارين كم غاويس موريا فرات تغاوس أي فرات هجوتا هيجوتوغا أدا كودي أميهم نايكو هيجوتوغا ديري أولن جهنك. أكمل قصة سلمان لأن فيها جانب قصير، هو أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلمنا درسا وهو مع مكانته الشريفة والعظيمة إلا أنه يتنازل ويتواضع لفرد من الفارس يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الجزء من هذا المجتمع المسلم ينزل ويذهب معه إلى مزرعته ويغرس بيده الشريفة تلك النخلات. أقول من سلمان فان واهك نمبر كوريك مع النبي صلى الله عليه وسلم أقول من مي فيلا مي إكيفان واهك فنيفا ورم متى نمونا أقول فاه كلنا أي النبي صلى الله عليه وسلم إكيفان كمان متى كما شرفا جاها مكانة تكا بس إكيفان مي مجتمع عام فردك سلمان فان كهن مس إكيفان حقوقا خود إكيفان نكم وداعين إيه دانبيم وداعين إكيفان أبلون سلمان فان منهم كرمتكا كادرلون إندبي.
ماذا نستفيد من هذا؟ التواضع للإخوة والتعاون معهم ومساعدة بعضنا بعض والتكاتف وأن نكون جسدا واحدا كما قال لنا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبه فيلا ولكي ألقون من وانجهني إن هشيغن فدا بايككم إكوانك إهيتريكم فوركودي أدي ألقون من وانجهني تواضع وري بايككم كتماغ مسلم أخاك موچ بودايفا كبر رفا بايككم ألقون من وegen nuwana ke hinima nabiya sallallahu alaihi wasallam ke fanuge makanata ekwas ke fan khud amille fula wadagen مسلم عادة جميع حبوباس مسك كربافا. أول مشاركة يشارك فيها سلمان غزوة الخندق، وكان هو صاحب الرأي السديد في هذه الفكرة، بأنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم نحفر خندقا يعزل بيننا وبين المشركين، فأطاعه النبي ورأى أن رأيه سديد، لأن المدينة حرف يو أو على شكل هلال، حرة غربية وحرة جنوبية وحرة شرقية، فكان من المناسب أن يحفر حفرة وهي تسمى الخندق يحبس المدينة ويعزلها عن بقية أجزائها. لا يستطيع الأعداء أن يأتوا من الحرة، لأن الحرة هي جبال وحجارة صعبة وصلبة جدا، وهي حصن حصين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أقوم كيف أنونج مي باوري ومجتمع مي فرتمان فاهوجين غسواني خندق هنغرامة كيف أنو دبي خيال فلأي مكة مشركونا مدينة غهورنا ديتريغ خندق بود والغون إقونومك خيالكي سلمان فارسي دبي خيال هني مدينة كي هندو فلي غوتا أن راشين أي إرشوك بشاعم بني بشاعم با سراهوتكي فربدا هيلاك سراهوتكي هوريها فرات بني بدي فهم فرات فيوا بما فراتكم لشكرتك مدينة تريك نيرين همكن إيرين فراتوكا سلمان فارسي الله تعالى عنه إرشادك دهرون كيفان خيالا إغوت كيفان خندو كوني والغون كوني الأشكر مدينة إيرو مناكر متك. كم نحن سعدنا بالعيش مع هذا الصحابي. هذا سلمان الفارسي هو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك عندما تقرأ حياة رسول الله وعندما تقرأ حياة أبي بكر أو حياة عمر أو حياة عثمان أو حياة علي أو حياة بقية الصحابة العشر المبشرين بجنة أو غيرهم، وتقرأ أين أنت منهم، أين أنت من هؤلاء الذين سبقونا بالإيمان وسبقونا بالجهاد وسبقونا بالصلاح وسبقونا بالاستقامة وسبقونا في الخيرات. إذن لابد أن نتعلم ونسير على طريقهم حتى نلقى الله وهو راض عنا. أول من سلمان الفارسي الله تعالى عنه قصة كيفان واقعك مهيدا كوري كود وقت كوجا سالغمان نوارم ماتيوري هنگم جومكا إيمان تركم اللي بيجي هنگج بما كم هنغوريروغا إكيفانو فدا أدينوم بس إكيفان ما ماتير أصحاب كن أبو كرفان عمر كرفان فدا أدينوم بس كي بيبي فلونge سيرة سلوك أقول من أميل دراسة كويتشي كيا كم غوانم أقول من اللي بيجي داني وارم ماتيوري دارمه كا ساب وارم ماتيوري فيلاولا تكهم أقول من اس ابي فلونge سيرة سلوك دسكو ابي فلونge ماغون هنگا ابي فلونge ماغا ثابت كن دباتو غدالا مسه كورنجه. والله أيها الإخوة، والله أن الذي قلته لكم عن حياة هذا الصحابي هو شيء قليل جدا مما كتب عنه ومما سجل ومما نقل عن سيرته وحياته. نحن عطشة من العطش لأن نسمع وأن نقرأ وأن نتعلم من هؤلاء العظماء الأجلاء الذين نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يرزقنا اتباعهم بإحسان. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. هذا هو من كيفان واهك مي جنوني حقيقة كاس فرق كودا واهك كل كيفان واهك تاريخ فتوغا أدي حديث فتوغا ليفا وني وارب باور واهك تك يتبار في دار تك أكو هم أقول من واهك تك كيا إرشاد حاصل كون أقول تك أقول من ثابت وتبه أقول تك تبواتو لهرتباتو دعاء كرنجه. أول ما أبدأ بالدعاء أدعو الله عز وجل للأخوات الذين حضرنا هذا الدرس وجئنا من أجل العلم أن يحفظهم ويرعاهم ويكرمهم ويبارك لهم في أزواجهم وأولادهم وأهلهم، وأن يزيدهم إيمانا وتقا وصلاحا واستقامة على هذا الطريق، وأن يجعلهم إن شاء الله من الصالحات التي يعشن في جنة عرضها السماوات والأرض. دعاء أقول إما يذكرني بتنا مي علمك مدرس أدرس ومتك علم حاصل كرم تكا وداعين أقول منك إما أختنا إبيفول متنا وداعين ميتان كتيبي وقتك أدي علم هو دو مقصود وداع كتيتي الله سبحانه وتعالى إبي كمر نهيه رحمة الله سوارك دائما من مركو دواش. كما أدعو الله عز وجل لنا جميعا بأن يجعلنا من الذين يتبعون الصحابة بإحسان. اللهم يا الله إنا نسألك التقى والرضا والعفاف والغنى،
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بشربة هنيئة مليئة من يد رسولك صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والرضا والعفاف والغنى. اللهم زدنا إيمانا، اللهم زدنا إيمانا، اللهم زدنا إيمانا بك، وزدنا محبة في رسولك صلى الله عليه وسلم، واستقامة على طريقه ونهجه حتى نلقاك يا الله وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الثبات على هذا الأمر حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أشكر الإخوة القائمين على جمعية السلف وأدعو الله لهم بالتوفيق والسداد، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم، وأخص الدكتور أحمد سمير والدكتور الشيخ عبد الله وجميع الإخوة المساهمين والمساندين والمعينين لهم في هذه الجمعية. أسأل الله لهم أن يبارك لهم في أهلهم ومالهم وولده، وأن يفتح لهم أبواب الرزق والسداد والعون، وأن يحقق آمالهم في دولة المالديف. وأسأل الله أن تعيش المالديف إن شاء الله على سنة رسول الله ومنهج رسول الله، وتزداد هذه البلد نموا وازدهارا وتطورا وبركة وتوفيقا بإذن الله تعالى. وأشكر القائمين سواء كان من الحكومة أو وزارة الشؤون الإسلامية على ترتيب مثل هذه التسهيل مثل هذه اللقاءات التي تعود على أهل الفلبين، على أهل المالديف بالخير والتوفيق والنمو والعلم والإيمان وحب الله وحب رسول الله وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.